السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. انت في الريمونتادا. الحلقه دي بقى برعايه اللي جايب لنا المشاكل اللي مدوخ ستات الابراج كلها، اللي مفيش بنت واحده ما بتشتكيش منه، وعلى يدي انا في القناه وكمان في علاقاتي العامه. النهارده هنقول شويه نصايح ممتعه مذهله من الاخر في التعامل مع رجل البرج العقرب المكهرب في الحب. مش هنرغي كتير يا ريمونتادا، خش في الموضوع على طول. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. وكالعاده لو كنت جديد معانا في القناه فانا برحب بيك وبقول لك اهلا بيك. انت في الريمونتادا، انت في القناه دي عشان خاطر تبقى على وضعك، كمان تعرف حاجه جديده عن نفسك، عن غيرك، عن البرج اللي انت مهتم بيه. دايما تطور من نفسك، تدي امل لنفسك ان جاي احسن ان شاء الله بتعبك وصبرك واجتهادك. وطبعا قبل اي شيء كل ده في ايد ربنا هو واحد فقط. دوس لايك للفيديو واشترك في القناه لو كنت لسه جديد معانا. عرفني بنفسك، بحب اتعرف عليكم واتناقش معاكم. اوعى تتردد للحظه انك تطلب اي طلب مني عن طريق الخاص او عن طريق الكومنتات. سيب لك في الديسكربشن كل حاجه خاصه بيا انا وبفيديوهاتي كمان. وكمان لازم تعرف ان انت بتخش القناه تتفرج على الفيديوهات بتاعتي علشان خاطر تستفاد وتغير نفسك، مش بتخش تتفرج تأدية واجب تسمع كام نصيحه وتمشي. لا، احنا بنغير من نفسنا ونطور من نفسنا، وده هدف القناه. اول نقطه معانا علشان ما نطولش عليكم، لازم يا بنات او يا ستات يلي نجحتي في انك توقعي راجل زي دوت في الحب، ومش بسهوله انك توقعيه في الحب لانه راجل تقيل وغامض ومش مفهوم. فلو نجحتي في كده او فعلا انت معاكي راجل من برج العقرب، لازم دايما تكوني صبور عليه، تعلمي تصبري عليه. ما فيهاش حاجه ما تعبكيش خالص لما تصبري. بلاش الزن مع راجل زي ده، بلاش تقعدي تتكلمي على الفاضي وعلى المليان في كلام ملوش اي لازمه. يا ريت تتناقشي معاه، تفهميه واحده واحده، هيتقبل ده لان هو ده فعلا اللي بيحبه مش اكتر ولا اقل. تناقشي معاه واحده واحده، طب نعمل كذا في الحكايه دي، طب نعمل كذا في المواقف دوت، واصبري عليه. خليكي هاديه، هو عنده مشاغله وعنده مواقفه وعنده ظروفه نسيت اقولك، ما بيحكيش بسهوله، بيحكي شويه صغيرين اللي عايز اعرفهولك. ايه ده بيحكي لي وقف يا ريمونتادا، يبقى بيموت فيكي. بيحكي لك كل حاجه متاكده؟ متاكده، يبقى بيموت فيكي. ما عليك انك تهدي عليه وتصبري عليه. مش كل حاجه على طول، مش كل حاجه لازم يجيبها على طول، مش كل حاجه لازم ينفذها على طول. اهدي وخليكي هاديه وركزه بدليل. لو عملتي كده، جربي الدليل اللي هقولك عليه ده، هيموت فيكي ويحبك واسلوبه هيتغير. هو بيحبني بس اسلوبه هيتغير. طول ما انتي ماشيه معاه كده هيحبك اكتر، هيجيب لك حاجات كتير جدا، هيحب يشاركك حاجات معاه. اسلوبه وطريقته هتنبهر. ايه ده؟ مين ده؟ هو دوت احمد اللي هو اصلا كنت بحبه من شهر فات؟ مش معقول يا جماعه. فجأة كده انت من جواكي هيوصلك الطاقة الإيجابية بتاعته من ناحيتك، المشاعر بقى اللي بجد. ولو وصلك ولو عبر راجل زي ده يا جماعة مش بسهولة. لو عمل كده يبقى انت ناجحة في اللي انا بقولك عليه. تاني نقطة معانا علشان ما نطولش عليك، لازم دايما تهتمي بكل تفصيل، ما تخنقهوش. اثبتي ما تخنقهوش. تاني بنقول بلاش دايما الاهتمام بتاعك الزياده يوصلك لحته كنت فين ورحت فين والنهارده ايه وبكره ايه بقى. لا، ايه ده انت نازل النهارده؟ ايه ده هتقعد مع القهوه لغايه الساعه 12؟ ماتش ايه يا عم؟ انت المفروض تطلع بعدين. لا، الاهتمام يكون بالعقل، الاهتمام يكون بالرزانه. مش محتاج ان انا اضيع وقت في النقطه دي. كل واحد بيشوف موضوعه ماشي ازاي مع البرج ده، مع شخصيه زي الشخصيه دي، وبيبتدي يمشي نفسه مع العلاقه ديت. هو ماشي ازاي؟ انا ما اعرفش كل اللي بيتفرج عليا كام واحد هيشوف الفيديو، كل واحد ليه علاقه مع البرج دوت. اهتمامك هيوصله ان هو يهتم اكتر، بيحب الاهتمام بس بيحب الطرف الثاني يكون مهتم اكتر. تراقبي هو بيحب ايه، عايز ايه، نفسه في ايه، تحاولي ان انت توفري دوت. مش شرط يكون معاكي ماديات، توفري دوت عن طريق حبك، عن طريق ان هو مثلا بيحب انك تسالي عليه، تطمني عليه في وقت معين. حاجات كتير بقى كل واحد على حسب العلاقه بتاعته. والنقطه الثالثه لو كنت بتتفرجي عليا، من اهم النقط اللي هقولها في حلقه النهارده، اوعي في يوم تكوني انت السبب في ان هو يغير عليكي. عايزين نتعامل بذكاء وبدماغ وبرزانه. من اصعب الحوارات اللي ممكن يفركش فيها اي علاقه مهما كان بيحب الشخص ده،
اوعي في يوم تخليه يغير عليك. ده طلع بيغير، لا ما تختبرهوش، غيرته صعبة جدا. عقارب نص يبين في البداية ونص لا، عقارب نص ما يبينش في البداية، في بداية العلاقة قصدي، ونص يبين بعدين. فلو سمحتي احنا بنعرف شخصية البرج دوت اللي مولود في المدة المعينة من السنة، فما بقولكيش نصيحة وخلاص، مش داخلة تتفرجي عليا وخلاص، انا عايز افيد حضرتك. لو كنت بتتفرجي معايا للنقطة الثالثة فانت محظوظة. اوعي لان دي بداية الخراب، ما ينفعش مرة ولا التانية. التالتة لو عدها فبيحبك قوي، ده التانية لو عدها، فبعد اذنك اوعي تخليه يغير، غيرته صعبة جدا. شكاك غيرة مع شك على طول، الغيرة توصله لشك على طول. لو بيموت فيكي في علاقة حلوة جدا وخليتيه يحبك قوي وشك او غار بعد كده، طبعا هيشك فيكي. غيرة وشك على طول معاه مرتبطين ببعض، ممكن يروح يقتل الشخص الغلبان اللي ملوش اي 30 لازمة. يعني مش هطول عليكم في حلقة النهاردة، نصايح مهمة جدا ارجوكي ركزي فيها. الموضوع والله سهل عليكي وعلى كل الناس، كل واحد على حسب علاقته وعلى حسب كمان هو بيتعامل ازاي مع البرج ده، بقاله قد ايه، كام سنه. انا ما اقدرش ان انا احلل كل علاقه بتجيلي، ولكن اوعي تترددي في لحظه، او اوعي تترددي في لحظه انك تكتب لي تحت في الكومنتات تقول لي انت الفيديو وحش، الفيديو حلو، عايزنا نتكلم فيه الحلقات اللي جايه، تقترح عليا كمان سلسله فيديوهات. بحاول ان انا اوفر وانفذ كل اللي انتوا عايزينه في اقرب وقت ممكن. بتواصل مع الناس على طول، دوس لايك للفيديو او ديسلايك للفيديو براحتك خالص على حسب ما انت استفدت. وكمان اشترك في القناه لو كنتش لسه ما اشتركت، شير للفيديو لو عايزه، احفظه عندك ايا كان وضع ايه. اهم حاجه تعرفني انك ريمونتادي ومهتم بالقناه ومهتم ان احنا نقدم لك معلومه. سلام عليكم، استنوني في حلقات جديده، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم.